السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. غنشارك معكم اليوم واحد بيسكوي مهم، كوكي براوني او بروكي. صراحه كيجي واعر، الوليدات حماقوا عليه البنات. يستحق تجربه، ما فيش بزاف د الخدمه ودغيا كيوجد. المهم اول حاجه كناخذ الشكلاط اللي كندوبو في حمام مريم، وكناخذ واحد الكميه ديال الزبده. المقادير بالضبط غتلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. كميه ديال الزبده تقريبا 80 غرام ديال الزبده، زدتها على الشكلاط بعد ما دار. خلطتهم مزيان. وهنايا غادي ناخذ 3 ديال البيضات، غنطربهم مع السكر. الكميه ديال السكر كتبقى حسب الذوق، خاصني نطربهم مزيان مزيان حتى تقريبا يذوب لي هذاك السكر هذاك. ومن بعد غنضيف عليهم الخليط ديال الزبده وديال الشكلاط. بعد ما ضفت الخليط ديال الشكلاط وديال الزبده كنطرب عاوتاني مره اخرى، كنطرب مزيان مزيان هاد العناصر كيف ما كتشوفوا. وغادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. المقادير كيف ما قلت لكم غتلقاوهم في صندوق الوصف. صافي هنايا كملت. القوام كيجي على هذا الشكل هذا ديال البراوني. تقدروا تكتفيوا البنات بهذه الوصفه هذه اللي هي البراوني. كتزيدوا ليها الكركاع وكتدخلوها للفران، كتوجد وتقريبا واحد 10 دقائق الماكسيموم كتوجد. هنا غادي نخوي الخليط كيف ما كتشوفوا. القوام ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم غنشارك معكم الوصفه ديال بروكي. غنحاول نوزعها مزيان في هذا القالب هذا اللي القطر ديالو 20 ديال السنتيم. غنحاول نلوح هكا دي مورسو ديال الشكلاط. نتوما الا كان عندكم حبيبات ديال الشكلاط ديروهم، انا ما كانش عندي درت الشكلاط. دابا غادي ندوز للطبقه الثانيه اللي هي ديال الكوكيز. عاوتاني تقدروا تكتفيو بهذه الوصفه هذه بوحدها، انا جمعتهم بجوج. المهم كناخذ الزبده بالحراره ديال الكوزينه، زبده بومات كيف ما شفتوا معايا. زدت عليها واحد الكميه ديال السكر. انا ما كانش عندي سكر اسمر، درت غير السكر الابيض. نتوما ديروا السكر الاسمر من الاحسن. شويه الملحه والبيض. صافي كنطربهم مزيان مزيان. ومن بعد غادي نزيد الدقيق. الكميه ديال الدقيق غادي تلقاوها في صندوق الوصف. غنزيد ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، تقريبا عندي واحد المعلقه صغيره عامره، معلقه صغيره. وزدت واحد المعلقه ديال الكاكاو حيت ما عنديش السكر الاسمر باش يكون داك اللون اسمر. صافي زدت الشكلاط هنايا مورسو كيف ما شفتوا معايا. نتوما ديروا شكلاط حبيبات ولا المهم، ولا ما ديروش كاع اللي يعجبكم. المهم خديت هنا الكراميل اختياري، ولكن كيزيدوا صراحه واحد اش غنقول لكم مذاق عجيب رهيب. واحد الوصفه واعره ضروري تجربوها. كيما شفتوا معايا درت الكراميل في ميزون ديال الدار، صايبته في الدار. ومن بعد البنات صايبت كويرات من العجين ديال الكوكيز وبسطته في يديا. ومن بعد عاد طلقته من الفوق كيف ما شفتوا، باش ما كتجينيش جهه طالعه وجهه عامره، حيت ما يصلحليش اصلا نبسط فوق من البراوني، حيت راكم شفتوا حيت هو سائل. المهم البنات صافي من بعد كنزيد شويه ديال الشكلاط. كندخلوا الفران مسخن على 175 درجه، مده كتراوح ما بين 30 و 35. كيشد راسو كنشوفوه راه طاب. صافي كنخرجوه كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. ومن بعد غنزيد ليه شويه ديال نحاول نحيدو من هذا المول هذا. وغادي نزيد ليه الكراميل من الفوق، كرابيل الكراميل اللي فيه في الداخل. هنا حيدته من المول كيف ما شفتوا معايا، قلبته على الوجه ديالو باش غنحيدو نحيد ليه الكاريت وداكشي. المهم الطبقه ديال البراوني شفتوها كيفاش جايه. هنايا البروكي ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نزيد نزينو وغادي تبقاو معايا باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. صراحه واعر انا كنهضر معكم وريوغي كيسيل دارو كيسيلوا عليه. ضروري البنات تجربوا هذه الوصفه هذه. هنا كيف ما قلت لكم زدت شويه ديال الكراميل من الفوق، كرابيل ديال الكراميل اللي فيه في الداخل. المهم البنات واحد الوصفه تعجبكم بزاف بزاف، وسورتو الوليدات عرفتوا غيحماقوا عليها، اصلا كيحماقوا على البراوني والكوكيز. هاد الوصفه هذه غادي تجيب لهم التمام، وصراحه نتوما غتعجبكم بزاف بزاف، غتوليو مدمنين عليها. المهم بقاو معايا، غادي نقطع معكم واحد المرصو باش غتشوفوا كيفاش جات من الداخل. المهم كيجي داكشي مقرمش من الفوق وفي الداخل معلك. شوفوا معايا الشكلاط كيفاش داير، واحد التعليكه زوينه وكيجي فوندون من الداخل. ضروري البنات تجربوا كيف ما قلت لكم هذه الوصفه هذه. انا كنانسيستي على شي حاجه اللي كتعجبني وتعجب الوليدات، راه كنانسيستي عليها، كنقول لكم جربوها، كتلقاوني كنقول جربوها بليزيور فوا في الفيديو. المهم البنات شوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل. فوالا قطعت معكم هذا المورسو باش غتشوفوا في الداخل ديالو كيفاش جا. شوفوا معايا الشكلاط كيفاش داير، الكراميل كيف سايحين.
صراحه البنات تستحق التجربه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم، ونتمنى تلتحقوا بيا على صفحه الانستغرام كويزين فاسيان. نخلي لكم اللين او السميه ديال الصفحه في صندوق الوصف، فمرحبا بكم. تما كنشارك بزاف ديال الفيديوهات مختصره. فوالا البنات كيجي على هذا الشكل هذا، من الفوق كوكيز ومن التحت براوني كيجي واعر. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا غير هذا غير كوكيز اولا براوني بوحدو. المهم المقادير راه كاينين في فيديو واحد وانا جمعتهم في وصفه واحده. صافي البنات، كان هذا هو فيديو اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب الا عجبتكم الوصفه. كنقول لكم في امان الله، تهلاو ليا فراسكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.